انا مش متخيله يا جماعه ان احنا بنزور هدير في بيتها. انا مش مصدقه ان انت بقيتي عروسه. الف مبروك، كنتي ما شاء الله زي القمر في الفرح. الله يبارك فيكم، انتوا اللي كنتوا زي القمر. تشربوا ايه؟ نشرب ايه؟ احنا لسه هنشرب. انا عايزه اتفرج على بيتك بسرعه، مش قادره استنى. ما شاء الله ما شاء الله، بيتك تحفه. دي اوضه النوم صح؟ اه دي اوضه النوم. تعالى انا حطيت العصير بره. سافرتوا فين في الهانيمون صحيح؟ سافرنا الجونه وبسطنا الحمد لله. ايه ده، ما سافرتوش بره ليه؟ انا ما شاء الله شايفه في الفرح يعني الناس عماله تنقطكوا قد كده. اكيد برضو كان الفرح مكلف قوي. انا ما شفت ما شاء الله منظر القاعه والبوفيه، بصراحه قلت انتوا مش هتسافروا بره مصر ابدا. لا هو ملوش علاقه بالفلوس، احنا كنا مخططين للجونه. هو انت مالك عماله تقطمي معايا في الكلام كده ليه؟ احنا اصحابك من واحنا عندنا 3 سنين على فكره. انت حتى ما خليتنيش ادخل اوضتك اتفرج عليه. وبعدين ده انا لسه هسالك عملتوا ايه في اول يوم. انتوا فعلا صحاب عمري، وانا اتعودت ان انا احكي معاكم في كل حاجه قبل الجواز. بس انا دلوقتي ببتدي حياه جديده وليها طبيعه مختلفه، ولازم ان انا يكون ليا خصوصيتي، سواء في دفعنا كام او بنصرف ايه او مشاكلنا ايه او اللي بيحصل في اوضه النوم. انا على فكره ما اتغيرتش معاكم، بس طبيعه حياتي هي اللي اتغيرت.